لو انا ما اكلتوش السنتين اصلا، ما دخلتلوش اكل خالص، قطعته بس، هل ده سليم؟ هو طبعا بيبتدي شويه يحتاج عناصر اضافيه بعد 6 شهور. فطبعا اكيد دخول الاكل هيفيده، بس مش كل الاكل طبعا هيفيده قوي. يعني معظم الاكل اللي بياكله في الاول المسموح ليه حاجات فيها الياف، خضروات، فواكه زي كده، والسيريال بتخش من سن 6 شهور اللي هي توليفه الحبوب يعني. فطبعا دي بيبقى فيها قيمه غذائيه معينه، بس جزء كبير منه بينزل مش مهضوم بس مطلوب لحركه الامعاء ويمتص منها بعض الحاجات والكلام. لو ما اكلتوش ده بيبقى فيه نقص في بعض الحاجات. في ترند بعض الناس تدي حديد روتين بعد 6 شهور ويقولوا ده ترند وماشي وبتاع. هو ما فيهوش ضرر، بس اي حاجه باخدها حتى لو فيتامين لازم اقول ليه. يعني ممكن تيجي يوم تقول لك اديني فيتامين، طب ليه؟ يعني هو ايه السبب؟ هو في مليون فيتامين وكل واحد له توليفته. اديكي ايه وما اديكيش ايه بناء على ايه؟ وحديد ليه؟ هو المقوله ان الحديد في لبن الام بيقل بعد 6 شهور. بس هو اكتشفوا ان لبن الحديد في لبن الام متاح اكثر للهضم والاستفاده من ان انا ادي حديد خارجي. او بالتالي هو حتى لو نسبيا اقل في لبن الام، لكن ما زال كافي بالنسبه لاحتياج الطفل. ان انا لازم اديله حديد؟ مش لازم. ممكن لو بدات غذاء متوازن ما بين الخضروات والفواكه والحبوب، توليفه الحبوب، يديله الحديد اللي هو محتاجه بدون ما انا ازود حديد روتيني، الا في حالات مرضيه معينه. اطفال مبتسرين مثلا بياخدوا حديد طبعا. اطفال مثلا ظهر عليهم علامات انيميا ممكن ياخدوا، وهكذا.